السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى زي ما انتم شايفين كده تحفة، حاجة فظيعة تفتح النفس بقى كده والله. تتبيلة شرقية للفراخ، تتبيلة سهلة جدا موجودة في كل بيت، لكن طعمها فوق الروعة. الرز بقى انا عملته معاكم كذا مرة، حاجة الرز بقى فاخر من الاخر. الرز البسمتي ده رهيب جدا مع الفراخ المشوية الطرية، مشوية لكن طرية. تعالوا نشوف طريقتنا يلا ونشوف هنعملها ازاي. انا عندي كوب عصير طماطم ضربها في الخلاط ومصفياه. عندي كوب عصير بصل برضو، يعني بصلة حطيتها في الخلاط وضربتها بربع كوباية مية. عندي كوب زبادي هقلبه كده كويس، وبعد كده هحطه على الطماطم والبصل. بعد كده عصير ليمونة، معلقة خل. وعندي بقى ايه البهارات بتاعتي، عبارة عن ملح، وعندي زنجبيل، عندي بابريكا وشطة، عندي بهارات فراخ، وعندي فلفل اسمر، وده يعني توم اخضر كان عندي انا مفرزه. وهنا معلقه عسل ابيض مهمه جدا في الوصفه بتاعتنا، تتبيله شرقيه بامتياز. حاجه بقى كده رهيبه، طعمها فظيع وتنفع للحمه المشويه لو حابين. طبعا مش هننسى ربع كوبايه الزيت، او حوالي 4 معالق زيت. انا عندي بقى فرخه انا مقطعاها، ممكن وراك بس، وممكن فرخه مقطعها زي ما انتم شايفين كده، وممكن صدور فراخ كمان لو حبيت تشويها. التتبيله دي هتنفع برضه. هبدا بقى اتبلها كده وهحطها، وهعمل لها ايه يعني ادعكيها كويس كده كمان بايديكي علشان تحسي ان هي كل التتبيله راحت فيها. انا عندي عشان صدر الفرخه كان كبير، فانا فتحته كده شايفين علشان ايه التتبيله كمان تدخل جوه اللحمه، عشان عارفين ان صدر اللحمه صدر الفرخه بيبقى تخين شويه. هسيبها بقى لمدة ساعتين، لازم التتبيلة تدخل فيها لمدة ساعتين يا جماعة. كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما هتاخدي منها طعم واو. عندي بقى كده صينيتي، الصينية بتاعتي حطيت عليها حطيت فيها ورقة فويل بس عشان تحافظ عليها لا أكتر ولا أقل. وعندي الشبكة، طب لو أنا ما عنديش شبكة ممكن تحطيها في الصينية، شيلي بس طبعا ورقة الفويل يعني حطيها في الصينية من غير ما تغطيها ولا حاجة، وحطي التتبيلة عليها يعني رصي الفراخ والتتبيلة، وبعد كده حطيها عادي خالص في الفرن في الرف الأوسط على حرارة 200. لكن أنا متوفر عندي الشبكة فأنا هعملها النهاردة على الشبكة. بس رصيت الفراخ كده زي ما انتم شايفين، وحطيت التتبيلة كلها وحطها فرن على حرارة عالية لمدة ساعة ونص في الرف الأوسط على حرارة عالية، أو حرارة 200 لو عندك انت اللي هو العداد بتاع البوتاجاز يعني. بعد كده اغرفي بقى طبعا الرز. انا عملته كتير في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا عملت بس معاكم الفراخ، شايفين بقى شهية وجميلة وتفتح النفس وطرية ومشوية، حاجة كده يعني ايه رهيبة فعلا، تقدميها تشرفك على سفرتك. اتمنى ان الفيديو ينال رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.